كيفية الوصول إلى دوش الخروف للمبتدئين في مجال المطاعم أو في مجال الجزارة الأفرنجي. تابع معايا السلسلة دي، سلسلة أونلاين للناس اللي هي مبتدئين في مجال المطاعم. السلسلة دي كويسة جدا. الفيديو بتاع النهاردة يا جماعة كيفية الوصول إلى دوش الخروف، أو إزاي توصل لدوش الخروف، أو إيه أو فين دوش الخروف. طبعا الناس كتير بتتكلم أو بتسأل دوش الخروف ده بيستخدم في إيه. طبعا احنا هنوصل ليه ونطلعه من الخروف، وهنعمل لك المواصفات بتاعته في اكتر من كذا فيديو عشان خاطر ما نطولش في الفيديو ده. ولكن فضلا وليس امرا كده احب اذكرك في مقدمه الفيديو، لو انت اول مره شوفنا على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. اتمنى تدعمنا باللايك عشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس. طبعا الاشتراك يا جماعه واللايكات دي الحاجات ديت مش بفلوس، ولكن هي بترفع ريتش القناه وبتوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس. هنخش في موضوع الفيديو على طول. طبعا الفداء ده عرق الفليتو. طبعا بتكون قطعه كويسه جدا في الخروف، قطعه طعمها جميل طبعا، وهنجيب لك طريقه الاستخدام بتاعتها واستخراجها برضو من الخروف في فيديو اخر، وتتبيلها وشويها على الفحم. ولكن عشان نخش خلينا في موضوع الفيديو النهارده. طبعا الخروف بيكون قدامك سليم، بتبدا ان انت تستخرج منه المخاصي والبوش بتاع منطقه السره، وبعد كده بتبدا تشيل عرق الفليتو ببيت الكلى زي ما انا شلته كده، وتبدا تلف الخروف برضو. ده شغل الافرنجي بتاع المطاعم، شغل الجزاره بتاعت المطاعم زي ما حضرتك شايف كده. تمام. بعد كده بتشيل الليه بنفس الشكل ده. شلت الليه بيكون فاضل الكتف، وطبعا الدوش او القفص الصدر بتاع الخروف بيكون تحت الاكتاف. يعني بعد كده بيكون الاكتاف، وبعد كده بيكون الدوش اللي هو القفص الصدري او الصندوق زي ما هو يسمى في جميع المطاعم، او في جميع حسب ما كل واحد بيسميه يعني. طبعا احنا شيلنا الاكتاف، يبدا يشيل البدن. لازم في شغل المطاعم نشيل البدن ونشيل كل حاجه على الخروف بنفس الشكل ده. تمام. ادي البدن اهو شلناه. طبعا عشان توصل للدوش لازم برضه في نفس الوقت لازم تمتل، واحنا اتكلمنا على التمثيل ده قبل كده، اللي هو ايه، ان انت بالكزلك بتاعك بتيجي في ظهر الخروف من ورا زي ما حضراتكم شايفين كده، نبدا نمثل اهو. ده التمثيل، ولازم بنسبه 99% التمثيل ده يكون كويس جدا عشان تحافظ على الريش. واتكلمنا في فيديو قبل كده عن الموضوع ده زي ما حضراتكم شايفين. ادي التمثيل اهو. تمام. ادي التمثيل اهو كده. احنا ماشيين بالكزلك جنب السوسه، لازم تمشي بالكزلك جنب السوسه. يعني بنسبة 90% ما تجيش جنب الريش خالص، عشان خاطر الريش لو الكازلة جه فيها طبعا بتبوظ او بتؤدي الى خسائر اخرى. طبعا بيكون في التوضيب مش كويسه، وبتكون حته الكوستريتا مش ماسكه في العضمايه، بتكون بايظه. بعد ما بنمتل تمام بنبدا نشيل يعني ادي التمثيل اهو زي ما حضرتك يعني زي ما حضراتكم شايفين. ادي التمثيل اهو. بعد كده يا جماعه بنشيل النيفه بتاعه الخروف زي ما حضراتكم شايفين كده، او الرقبه. هنعمل لكم فيديو ان شاء الله عن استخراج عروق الدم منها وفصوص الحلويات وشط النيفه كمان. يعني هنعمل لكم فيديو مخصص للنيفه. ادي اول حاجه بنفصل الفخدتين، بتمشي بالكزدك في الصدفه او ما بين الفخدتين بالراحه كده، هيتفتحوا معاك على طول. بعد كده بنشط الخروف بنفس الشكل ده، ولازم تمشي جنب السوسه بالظبط، ما تخشش فيها قوي عشان ما تاخدش عظم مع الريش. لازم تمشي جنبها يعني بنفس الشكل ده. ادي الريش اهيت، وادي السوسه او سلسله الظهر. بعد كده بنبدا نفتح الدوش. ادي الدوش يا جماعه، بنفتح الدوش. طبعا هنعمل لكم فيديو خاص بالدوش لتوضيبه بقى وتتبيله وكبابه وكده، عشان خاطر ما نطولش في الفيديو اكتر من كده. ادي الدوش اهوت او الصناديق اهيت. تمام. بعد كده بنبدا نفصل الصندوق او بنفصل الريش عن الفخده خالص. ادي الفخده بتيجي في نهايه السلسله من اخر فك في السلسله. طبعا معانا الشيف مصطفى اهوت، اول مره ضيف جديد اول مره يطلع معانا على القناه. ويفصل ادي الصندوق اهوت، بيفصل الصندوق من تحت الفخده مباشره من اول مفصل زي ما حضراتكم شايفين. ادي بيفصل اهو الصندوق من تحت الفخده على طول. بعد كده بنبدا نستخرج الدوش فقط لوحده. وهنعمل برضو، معلش انا عدتها اكتر من مره، هنعمل فيديو خاص عشان الناس اللي هي بتتابعنا عن الدوش ده بقى وتوضيبه وتتبيله. القطعه دي جميله جدا، ولكن ناس كتير ما بتاكلهاش في الخروف وتخاف من القطعه ديت لو الجزار اداها لها. لو هتاكلها مشوي وهتعملها بنفس الطريقه دي هتعجبك قوي. الطريقه دي هتعجبك قوي، وتلاقي طعمها اطعم من لحمه الفخده الحمراء كمان اللي انت بتحبها. كده يبقى احنا وصلنا لنهايه الفيديو. ولو بتسمع الفيديو لهذه اللحظه ما تنساش تدعمنا باللايك الجميل والاشتراك بتاعك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. ومع الف سلامه.